اسمع بقى الحكاية دي. لو قلبك ضعيف دوس سكيب، ولو بتخرج بالليل لوحدك خاف. كان في بنت شغالة في كباريه اسمها نهى، يعني مش بتاعت مشاكل، بتجري على لقمتها وبس. وفي ليلة راحت وما رجعتش، اختفت كأن الأرض انشقت وبلعتها. بس نهى كان ليها صاحبة سمر شغالة معاها في نفس المكان، بس عقلها صاحي وقلبها نار. من يوم نهى ما اختفت وسمر مش بتنام، بتدور بتسأل، وكل ما حد يقول لها يمكن هربت ترد وتقول نهى ما تهربش، حد خدها. سمر فتحت آخر تشات بينها وبين واحدة ست كانوا بتعرض على نهى شغل ومكان تعيش فيه. الست دي بتشتغل لحساب سفاح. والله واحد مريض مدمن مخدرات بيتلذذ وهو بيكسر نفس الضحية قبل ما يقتلها. عارف يعني ايه؟ يعني بيديهم حاجة تخدرهم وهم صاحيين ويخليهم يبكوا تحت رجليه، ولما يشبع من وجعهم يصورهم ويقتلهم ويدفنهم في الصحراء كأنهم ما كانوش بشر. بس غلط غلطة عمره. سمر لعبت عليه لعبته، دخلت له على إنها فريسة جديدة، بس كانت لابسة كاميرا، واللي حصل جوه اتبث لايف. أيوة لايف على النت، والناس شافت السفاح وهو بيقول بصوته أنا بعمل كده عشان بحب أشوفهم بيتكسروا، أنا الإله بتاعهم. بس الحكاية لسه ما خلصتش. بعد ما الشرطة قبضت عليه فتحوا ملفاته، لقوا أسامي وصور لبنات تانية، وفي آخر الملف صورة سمر نفسها، والمكتوب جنبها كنت مستنيك جه وقتك. دي كانت لعبة موت، وسمر كسرت القواعد. بس اللي زيه عمره ما بيكون لوحده. تابع معانا عشان تعرف القصة الكاملة لسفاح التجمع. لايك وشير وسبسكرايب، ورأيك يهمنا. نرجو ترك تعليقك على القصة.